ماتت وما شافت سوريا. رحمة الله عليها، رحمة الله عليها. ايوه اخي حسن الخليف. ايوه نعم. انت حضرتك من اخواننا السوريين؟ نعم بالضبط، انا من السوريين اللي عايشين بالمملكة الأردنية الهاشمية. حياك الله، تفضل يا حبيبي. بدي احكي لك وطول بالك علي شوي، لانه الامور شوية انا عندي يعني شوية فيها يعني تأثير كثير يعني. نعم تفضل. انا اجتني بنتي رانيا بال 2020، تخلفت عائلتي بمشفى بال 2020. سميتها رانيا. ليش سميتها رانيا؟ ما في حدا من انا، لا امي اسمها رانيا ولا حدا. سميتها رانيا على اسم الملكة. نعم. ملكتنا رانيا. ليش سميتها رانيا؟ مش انا عبث انا سميتها رانيا، مش لانه انا عايش بالاردن سميتها رانيا. سميتها رانيا لانه اعتنوا فيها، كانت مريضة بالاعصاب، كانت مريضة وكان معها استصهاب الدماء. سميتها رانيا لانه اعتنوا فيها. انا بدخل قبل الاردنيين لما نكون، لانه كانت حالتها كثير سيئة، لما ياخذوني بالطوارئ. نعم. عملوا لها العملية كان عمرها يوم. انا نعم. بحكي لك ايش صار معي انا. نعم. كان عمرها بالبشير، حولوا لي على البشير. اي سنة انولدت؟ اي سنة انولدت؟ بال 2020. توفت عمرها 5 سنين البنت. نعم. اعتنوا فيها عناية. الدفاع المدني عارفين موقعي برن عليهم، بيجوني على طول بيقولوا لي رانيا يعني وضع خاص عندنا، لانها مريضة، كانت مريضة بالاعصاب. نعم. وتعبانة وبالبشير. وفي كثير دكاترة بحب اوجه لهم الشكر. عصام خواجه بالبشير الله يعطيه العافية ما قصر معانا. نعم. توفت خلاص، الله يرحمها. توفت. انا كانت هاي روحي، مع انه عندي اولاد وعندي بنات، بس هاي كانت غالية. الله يرحمها يا اخي حسن، الله يرحمها. المهم ما بعرف انا، لانه بتاثر كثير يعني. رحمة الله عليها. فتوفت الله يرحمها. عملوا المستحيل. مرت 10 ايام عايشه على الاكسجين، بيقولوا لي لو تضل 100 سنه عايشه على الاكسجين ما راح نشيل الاكسجين. طمن المدير تبع المستشفى، اجاني طمني لما انا كنت تعبان كثير عادة. فالمهم توفت. جيت بدي انقلها على سوريا. قديش عاشت الطفله الله يرحمها؟ 5 سنين بالضبط. جديدة توفت يعني؟ يوم عيد ميلادها بعد يومين توفت. نعم. بال 2019، هي مواليد 2019 شهر 1. نعم. 28/1. جيت بدي انقلها على سوريا عشان ما اطول عليك، لانه الدفاع المدني بالشارع بيقولوا لي كيف رانيا كيف، بقول لهم منيحه لما كانت عايشه. نعم. ما كانت تمشي هي الحمد لله. عملوا المستحيل، قالوا لي لو تضل 100 سنه على الاكسجين احنا ما بنشيله. انا كنت خايف يشيلوا الاكسجين. نعم. انا المهم رحت السفاره، $450 اخذوا مني عشان نقلها على سوريا. طبعا عشان وراق، ما بعرف شو هي الوراق انا. نعم. رحت على وزارة الخارجية الأردنية اللي بتعمل الوراق هاي تبعت الخروج. والله العظيم يا أبو هيثم 4 ليرة وما دفعوني اياه. قالوا لي أنت خليك قاعد، ضباط بيمشوا بمعاملتك، ضباط. نعم. عشان شايفيني عم ببكي بالسفاره، ببكي بيقولوا لي هي محل الاصراف، بيدلوني عليه انه اروح اجيب المصاري منه وارجع. هاي السفاره السوريه اللي بعمان. يعني بفكروني انه انا معي المصاري ومتغلب انه بدي اجيب لهم دولارات. وزاره الخارجيه الاردنيه يعني تعاطفوا مع وضعك بموضوع بنتك والله وكتبوا لي على الورقه عاجل جدا. قالوا لي لانه انت تاخرت بالسفاره، كل نهاري وانا بالسفاره. نعم. قالوا لي لانه الحدود بتسكر الساعه 6 ما بيعدوا المدنيين او هيك شيء. قالوا لي بتروح الساعه 10، بتروح انت ما بدك بتعدي. نعم. لانه كانت بدها تزور سوريا وبتقول لي وين نروح؟ وين؟ بقولها يا بنتي، بتقول لي على سوريا. ماتت وما شافت سوريا. رحمة الله عليها، رحمة الله عليها. يعني دفنتها بسوريا؟ الحمد لله. وراح ترجع لها ان شاء الله انت وتزورها وتزور قبرها ان شاء الله يعني. اكيد. والحمد لله ان شاء الله. وبشكر الملك على استضافته للناس اللي زيي وزي في ناس كثير زيي، ويمكن انا
مشكلتي مش يعني، يمكن في ناس اكثر مني كمان نعم بالاردن. فانا بشكر الملك استضاف الناس وما في اي عنصريه باتجاهنا، بناخذ حقنا بالمخفر، بناخذ حقنا وين ما كان. شكرا جزيلا لكم، شكرا للاردن، شكرا. انتم اخوان اعزاء يا اخي حسن، وبنتشرف فيكم. واحنا يعني سوريا والاردن يعني اهل وقرايب ونسايب من زمن طويل اصلا يعني. يمكن الناس الاردنيين ما بيحسوا بالشيء هذا، ما بعرف، يمكن في ناس ما بتشعر بالشعور لما انك تحس حالك غريب في بلدك، بس احنا ما حسينا حالنا غريبين بالاردن. نتشرف يا اخي حسن، وربنا يوفقكم ان شاء الله، ويلتم كل الاسر السوريه ان شاء الله على خير.